ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. النهاردة هنتكلم عن كتاب اسمه حان وقت التمرد على الماضي للكاتبة والمترجمة سارة ممدوح، إصدار منشورات نمو واللي بتهتم بتبسيط العلوم بصفة عامة. والكتاب ده تحت عنوان مشروع علم النفس المبسط. الفترة اللي فاتت قريت مجموعة كتب صحة نفسية مترجمة وكلها ليها طابع متقارب من حيث طريقة العرض، لكن ده أول كتاب لغته الأصلية عربية يعجبني في النوع ده اللي هو بيلمس مع علم النفس. لأن في رحلة القراية طول الوقت أنا مش حاسة إنه كتاب بيغوص في علم النفس، ده مش هدفه، لكن كأنه بيستخدم علم النفس للوصول إلى هدفه. إيه هو الهدف من الكتاب؟ الهدف ده هو تفعيل إرادة الإنسان عشان يقدر يخطط ويوصل لنسخة أفضل من نفسه وبالتالي حياة أفضل. وده اللي فهمته لما لقيت دماغي مترتبة جدا وأنا بنقل من موضوع لموضوع جوه الكتاب، ولما عرفت إن الكاتبة ليس لها علاقة مباشرة بعلم النفس، لكن خبرتها الأساسية غير الترجمة والكتابة هي أنها مدير للتخطيط في شركات دولية. فالكتاب هو تطبيق احترافي لمبادئ الإدارة والتخطيط اللي بتستخدم في الشركات، لكن الكاتبة بتطبقها على الحياة الشخصية. واستخدمت الكاتبة أدوات التخطيط والخروج من الأزمات اللي بتتبعها الشركات ودمجتها مع عملية بحث كبيرة في علم النفس. قدمت الاتنين في هذا الكتاب، حان وقت التمرد على الماضي، واللي بتقدم من خلاله فكرة التمرد بشكل عقلاني ومدروس وله خطوات بعيدة تماما عن أي اندفاع أو انفعال. وبتبتدي الرحلة دي من عند الماضي. تشرح الكاتبة وتوضح إزاي إن الماضي بكل ما فيه من ذكريات أليمة وانطباعات اتكونت عن شخصياتنا وقدراتنا ودورنا في الحياة، كل ده ممكن يتحول إلى قيد أو قالب بنبقى مسجونين فيه ومتحددين جواه. الماضي زي ما اتعرض في الكتاب هو ببساطة الشخصية القديمة، الشخصية اللي عشنا بيها وقت طويل من عمرنا في سنين الطفولة وبدايات الشباب، القناعات اللي فضلنا متبنيينها عن نفسنا فترة كبيرة واللي مش بتعكس حقيقة طموحاتنا وقدراتنا. وتركز الكاتبة دايما في شرحها للماضي على فكرة الناس القريبة اللي ممكن تكون شاركت في خلق ماضي مؤذي ومقيد للإنسان. تعليقات مؤذية مستمرة، مواقف سلبية متكررة، كل ده بيخلق نمط تفكيري عند البني آدم، وأطلقت عليه إرث نفسي ثقيل نتيجة الوراثة والتربية والبيئة المحيطة. وتقدم في الكتاب مخطط لتفكيك هذا الإرث النفسي وتجاوز ما هو مؤذي في سبيل إنها توصل بالقارئ إلى إنه يروي قصته بمفرداته الخاصة ويعيد تعريف نفسه. وكل ده بيبدأ بقرار التمرد اللي بتوصفه الكاتبة وتقول: وقد تفكر في التمرد بعد أن تستنفذ كل طاقتك في محاولات التكيف مع القيود المجتمعية. وبالهدوء ده وباتفاق العقل والقلب مع بعض تبدأ الكاتبة مع القارئ مشوار التمرد المحسوب الهادي، وتوصل معاك لنسخة معدلة من نفسك، نسخة قادرة على تقبل الماضي وعيش الحاضر. لكن مفيش رحلة من غير صعوبات، ومن أول الصعوبات اللي اتعرضت في الكتاب هو الخوف والقلق. وتعبر الكاتبة عن مصدر الخوف اللي ممكن يكون نتيجة إن المجتمع لا يسمح للطيور بالخروج عن الخط المرسوم للسرب، وكأن حيواتنا يجب أن تتشابه بل وتتطابق. فلو دنيتنا مش ماشية مع التطابق ده ومحتاجين نفلفص منه، بنلاقي جوانا خوف من الاختلاف عن المجتمع. فبتأكد الكاتبة إن الخناقة هنا مش هتبقى مع المجتمع، خناقتنا في الأساس مع نفسنا، وإن احنا نواجه الخوف بإننا نسأل نفسنا دايما عن سبب رغبتنا في التمرد على قيود المجتمع أو قيود الماضي أو حتى قيود توقعات المستقبل. لما الإجابة تبقى واضحة قدامنا هنقدر ناخد خطواتنا بثقة أكبر، وهيقل كتير خوفنا من نقد أو من رأي الآخرين في اللي بنعمله. ومن عقبات قرار التمرد اللي لفتت نظري جدا في الكتاب وقفت عندها هي الوحدة. وقفت عندها لأني كتير كنت بشوف ناس من اللي أخدوا طرق مختلفة عن المألوف في الحياة بيحموا نفسهم من نقد الآخرين بسلاح الوحدة، تقريبا بينعزلوا عشان يقدروا يعيشوا اختلافهم من غير نكد. والكتاب بيعرض الموضوع ده بشكل بسيط، بيوضح إن أثناء رحلة التمرد البحث عن علاقات بسيطة هادئة أحسن من الوحدة. وبتلفت الكاتبة نظر القارئ إلى إنه ما يربطش خطوة التمرد بقرار إنه هو ينعزل أو ينفصل تماماً عن الآخرين. وخلال كل شرح لصعوبة أو مطب في الكتاب بنلاقي إن الكاتبة بتربطه بقصة واقعية لشخص قابل النوع ده من العقبات وتغلب عليها إزاي. القصص دي أغلبها إيجابي وبتساعد على تحويل الكلام النظري اللي بنقراه في الكتاب لقصة نقدر نتواصل معاها، وده بيزود من عمق علاقة القارئ بالكتاب. ساعات بنلاقي عناوين الفقرات على شكل أسئلة، وده بيخلي القارئ يقف ويفكر ويجاوب على الأسئلة دي من مواقف من حياته.
وبالتالي بنلاقي إن في تجربة شخصية مختلفة لكل قارئ مع الكتاب، خصوصاً إن في مساحات فاضية مش كتيرة لكنها بشكل متوازن تسمح للقارئ إن هو يكتب إجاباته الخاصة على الأسئلة دي اللي منها عميق ومنها بسيط، زي مثلاً سؤال إيه العادة اللي بتمنعك من تحقيق ما تتمناه؟ إيه الحاجة اللي بتحب تعملها واللي مش فاكر أنت ليه أصلاً بطلت تعملها مع الوقت؟ أسئلة من النوع ده واللي موجودة بشكل أكبر في الجزء الأول من الكتاب هتخليك تتوحد أكتر مع التجربة وتدخل على الجزء التاني بقى بذهن متفتح ومستعد يستوعب مراحل جديدة في الرحلة، زي مثلا فصل بيتكلم عن علاقتك بالوقت أو العلاقات المؤذية وإزاي التخلص منها صعب، إزاي نبقى واعيين وإحنا بنخرج من أي علاقة مؤذية من كمية الخدع النفسية اللي بتبقى فخ بيرجعنا تاني نقطة البداية، وإزاي إن في علاقات مؤذية ممكن نخرج منها تماما وفي علاقات حتمية صعب نقتطعها من حياتنا زي علاقات الأهل، واللي بتشوف الكاتبة إن العلاقات اللي من النوع الحتمي ده السلاح الأمثل للتعامل معها هو مبدئياً نتجنبها قدر الإمكان، لكن أهم حاجة هو وعي الإنسان بقيمة نفسه وبما يستحق، وإنه دايماً يعبر ويواجه الشخص المؤذي بأذاه. إنك تقول ده بصوت مسموع هيفرق معاك أنت وهيحميك نفسياً قبل ما يفرق مع الشخص المؤذي. وأخيراً إنك لو اضطريت تتحمل علاقة مؤذية لفترة من العمر فلازم تتعايش معاها بشكل منفرد أو استثنائي، يعني ما تخليش قبولك للأذى من الشخص ده بالتحديد يبقى نمط ليك يخليك تقبل الأذى من أي حد معدي. والسؤال اللي سألته الكاتبة للقارئ في فصل العلاقات المؤذية هو يا ترى ليه بنشوف علاقات مؤذية لكنها مستمرة؟ وهنا اتفاجئت بجملة فسرت جانب كبير من الواقع اللي بنشوفه حوالينا، وهو إن عقلية المؤذي غالباً ما تتوافق مع عقلية الضحية، وإن في ناس من اللي عايشين دور الضحية وقلة الحيلة أدمنوا الدراما الناتجة عن العلاقات المؤذية وما يقدروش يعيشوا من غير الدراما دي لأنهم بيلعبوا فيها دور الضحية اللي هم متعودين على نفسهم بيه، وعشان تفضل ضحية لازم يفضل في شخص مؤذي في حياتك، أمال هتبقى ضحية إزاي؟ وآخر سؤال بقى في فصل العلاقات المؤذية بيقول هل يمكن أن أكون أنا الشخصية المؤذية؟ والإجابة عن السؤال ده مش هتخليك تحس إنك بعيد تماماً عن إنك ممكن في بعض المواقف أو في علاقة معينة تكون مؤذي للطرف التاني من غير ما تقصد. الحقيقة الفصل ده بالنسبة لي كان كله مفاجآت، لكن المفاجأة الأهم بقى كانت إني بدأت الكتاب ده بتصور ذهني معين، أنا داخلة على الكتاب بشمر عشان أشوف الخناقة فين، لكن مع القراية لقيت إن الكتاب راكز كده وفيه روح العقل والتصميم وهدفه تمكين البني آدم من إنه يعيش بالشكل اللي يتوائم مع روحه وشخصيته ويبقى نفسه بشكل كده راسي ومتوازن. ويمكن من أكتر أجزاء الكتاب اللي عبرت عن الحالة دي هو جزء بعنوان مبدأ المسؤولية الشخصية. معظم أشكال التمرد العادية بنلاقي فيها خسارة وجروح بتصيب الإنسان نتيجة تمرده، زي إحساس عالي بالذنب معاه طول الوقت أو إحساس عالي بالغضب ولوم الآخرين أو العزلة أو الحزن الشديد. لكن مبدأ المسؤولية الشخصية بيقول إنك مسؤول عن حياتك واختياراتك وأسلوبك وردود أفعالك، وإن تبنيك لفكرة المسؤولية الشخصية ده هو حجر أساس في تأسيس شخصيتك المتعافية، إن شعورك بالمسؤولية عن كل ما يصدر منك بالضرورة هيجي معاه شعور قوي بالقدرة على التغيير، لكن انعدام إحساسك بالمسؤولية عن نفسك وعن تصرفاتك هيخليك دايماً شخص سلبي خاضع للظروف مستني التغيير يجي من بره، والشعور ده هيسرق منك أي قدرة على استخدام إرادتك في التغيير. وزي ما قال الكتاب لا شيء يضاهي الشعور بالمسؤولية ودفاعك عن أفكارك ومخططاتك لأنه تجسيد للاستقلالية والنضج. وهنا أحب أقول إن الكتاب بالنسبة لي تأثيره عليا مش زي تأثير الفيديوهات التحفيزية، جرعة الأدرينالين اللي بتخليها تخبط في دماغك دي فتحس إنك تقدر تهد الدنيا بعدها ب10 دقايق كل ده خلاص فش ترجع محبط أكتر من الأول. الفيديوهات التحفيزية حقيقي بتحسسني بالعجز وبتوترني، لكن الكتاب ده على قد ما كله معلومات واستراتيجيات لبناء شخصية أفضل لكنه هادي وناعم وقائم على إنه يخليك تفكر وبيخلق كده حالة إيجابية بشكل عام. تأثيره ممتد مع القارئ لأنه بيفتح المخ على إن في أمل في جوانب مظلمة كنا فاكرينها دايماً حيطة سد، والإحساس ده لوحده وربطه بملامح واقعية من خلال القصص الموجودة في الكتاب كافي جداً بالنسبة لي. ودي كانت تجربتي مع الكتاب المختلف والخاص حان وقت التمرد على الماضي للكاتبة والمترجمة سارة ممدوح. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية وكتاب جديد في سكة قراية بلس.